الحمد لله والله الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا، والحمد لله ربنا رضانا. الحمد لله الحمد لله. وانا يعني انا مقدره موقفكم والله يعني انتوا كلكم كنتوا معايا بقلبكم وقبل عقلكم، ويعني ربنا لوحده يعني اللي كان عالم. انا بقالي سنه وشهرين انا تعبانه ازاي، وقفوا جنبي برضه الفتره الاخيره. الحمد لله الحمد لله. اول ما سمعت الحكم، اول ما سمعت الحكم عملت ايه؟ كنت بتنطط، مش مصدقه، مش مستوعبه، كنتش مستوعبه والله. انت كان ليكي دور النهارده على فكره قدام برضو القضاء، عملتي ايه؟ والله انا قررت رد الحاجات المحامي المتهم كان بيقولها، لكن استاذ عصام طبعا ليه الفضل، لان هو استاذ عصام لما جه اتكلم هو كان معاه كل حاجه، وكان معاه الاثباتات ومعاه الاقوالات، وكان كده وكده. كمان انا كنت بعقب بس على اللي هو قاله ضدي وضد ياسين، اللي هي الحاجات الحياتيه اللي المفروض ان انا كنت بعيشها انا وياسين بس، اللي هو من اول ما عرفت ازاي وازاي استنيت اسبوعين. هو كان محسسني ان هو يعني اتعور في رجله، فاللي هو انت عرفتي 14 واحد 15 واحد ما رحتيش قدمتي ليه؟ هو الواحد ما بيعيش معاناه، ما بيعيش ظروف اللي هو طب هل انا لو اتكلمت هعمل ايه في ياسين؟ وهل لو ما اتكلمتش هعيش ازاي وانا دافنه حق ياسين؟ فرديت على كل الاتهامات اللي وجهها لي بالنسبه للحياه اللي انا كنت عايشاها انا وياسين. يعني قال مثلا ان الولد عنده توحد، وانه بيعاني من مشاكل سلوكيه باينه، مش عارفه اللي هو يعني قال عنده تشتت انتباه وفرط حركه. انا قدمت وان هو يعني مش شاطر في المدرسه، او يعني مستواه ضعيف. فانا قدمت بالاثباتات من المدرسه نفسها ما يثبت ان ياسين ما شاء الله عليه ليفله اعلى ليفل في المدرسه. قدمت شهادته بتاعه الترم الاول، قدمت اوراقه وامتحاناته كلها اللي تخصه. استاذ عصام قدمه، ده غير ان استاذ عصام قدم ما يثبت ان هم قالوا ان المتهم ما بيتجمعش مع اطفال في المدرسه. استاذ عصام قدم ما يثبت ان هو صور للولد في المدرسه، والمتهم ده يتعامل مع يعني بيحتك عادي بالاطفال، يبقى متواجد في وسطهم. غير حضرتك يعني انا والله انا جايبه ياسين وعلى عيني ان انا اجيبه ويقعد يتكلم تاني، وانا يعني انا فعلا من النهارده هبدا اعالج ياسين. انا وريته لياسين، يعني قلت له ياسين بص، انت كنت مش بتقول ان انت، كان بيقول لي انا عايز اشوفه في السجن، قلت له بص وريته له، وقصدت ان انا اوريه له اول ما الست القاضي دخل، وريته له. تقصدي وريته له جوه القفص؟ وريته وعرفته انه انت اهو، يعني ما فيش حاجه كبيره على ربنا ولا كبيره على القضاء.